أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. لقاؤنا الليلة مع الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وهذا الحديث مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما، أي من الأحاديث المتفق عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو قاعدة مهمة من قواعد الإسلام. لماذا؟ لأن بسبب هذا الحديث، أي بسبب سوء فهم البعض لمعنى هذا الحديث، سفكت دماء كثيرة وقتل كثير من الناس عدوانا. لماذا؟ لأنهم حينما لم يفهموا معنى هذا الحديث أو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسروه تفسيرا خاطئا، فوقعوا في تكفير وقتل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أمرت. من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى. وقال: أمرت. من المأمور؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. الآمر هو الله، والمأمور هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يأتي إنسان ويفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يأخذ هذا الحديث ويطبقه هو فيقتل الناس بعدم فهم لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا الحديث كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة،
الحديث ده النبي قاله بعد ما هاجر إلى المدينة المنورة، بمعنى أنه بعد إقامة المسجد وبعد إقامة الدولة وبعد تكوين الجيش وبعد ظهور أعداء كسر للإسلام ويقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده وقت الحديث، وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لهذا الحديث كان هذه هي المناسبة، أنه زمانه، لأن الحديث لما نأخذه نشوف ما هو الوقت الذي قيل فيه والمناسبة التي قيلت فيه، حتى لا يأخذ أي إنسان هذا الحديث ويكثر في المسلمين بدعوة أن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. هو سيدنا النبي قال أمرت أن أقاتل الناس ولا أقتل الناس؟ قال أقاتل. طب هو في فرق بين أقاتل وأقتل؟ نعم، أقاتل القتال هو مفاعلة بين طرفين أو بين اثنين، هو يريد قتالي وأنا أريد أن أقتله، تحدث مقاتلة، مبادلة بين اثنين، مفاعلة بين اثنين. ما قالش أقتل، فيميش حد يقول لك أنا، النبي يقول أمرت أن أقاتل. ويقاتل هي من يعني أفعال المفاعلة التي تحتاج أن إنسان يتفاعل مع إنسان يحدث المقاتلة وليس قتلا. ولذلك حتى المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فذكرت في المؤمنين حتى، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قال فقاتلوا ولا اقتلوا، قاتلوا مقاتلة ولكن ليس قتلا. فرق بين المقاتلة والقتل، يعني مقاتلة أنه يعني فيها يعني صيغة زي تهديد أو كناية عن الزجر الشديد وليس القتل. طيب أمرت أن أقاتل الناس، ياجي يعني واحد يفهم غلط يقول لك يعني هو الإسلام ده جه بقتل الناس، جاي عشان يقتل الناس؟ الدين الإسلامي ده دين سفك دماء، وأنتم أيها المسلمون تريدون قتل الناس كده؟ ما حديثكم يقول كده ونبيكم بيقول كده، أمرت أن أقاتل الناس، يعني كل الناس؟ لا، ما هو يعني يذكر أو يطلق لفظ الناس لا يراد به كل الناس، إنما جماعة فقط، جماعة وليس كل الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أدي ناس وناس معرف هنا، الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يبقى الناس دول غير الناس دول. وهذه كانت في قبل غزوة أحد أو في غزوة أحد، فجه جماعة من المنافقين جو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم. الناس من التانيين اللي هم الكفار اللي أتوا مع أبو سفيان وخالد بن الوليد وهكذا قبل المعركة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طيب الناس هنا في هذا الحديث هل عامة بالناس؟ نفسر هذا الكلام. الناس إذا أخذناها بمفهوم العام الناس، يبقى الناس دول واحد؟ لا، الناس دول على أقسام وأنواع. الناس منهم المسلم ومنهم المنافق ومنهم الكافر. يبقى لما نقول الناس
أمرت أن أقاتل المسلمين، تنفع؟ ما تنفعش، لا تستقيم العبارة. أمرت أن أقاتل المنافقين، وهم صنفين من الناس. هل يجوز أن نقاتل المنافقين؟ لا يجوز أن نقاتل المنافقين، لأنه نطقوا بالشهادتين. مش كده برضه؟ هيجي في نطق بقية الحديث برضه. طيب، أمرت أن أقاتل الناس، المقصود بهم الكفار، نعم، ولكن الكفار أيضا على أقسام. الكفار مش قسم واحد، مش كده برضو؟ الكفار فيهم المحارب، وفيهم الذمي، وفيهم المعاهد أو المعاهد، وفيهم المستأمن. يبقى الإسلام أمرنا أن نقاتل كل الكفار؟ لا طبعا، إنما هناك الذمي الذي يدفع الجزية، والمعاهد الذي أخذ عهد الإيمان تحت إمرة المسلمين. وإلا يبقى كل كافر لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله بفهم خاطئ يقول لك إحنا نقتله، زي ما بيحصل من الفرق الضالة وداعش وغيرهم. يقول لك إحنا أمرنا أن نقاتل الناس. لا، الإسلام لم يأمرنا بقتال الكفار المعاهدين، أو الذم الذي يدفع الجزية، أو المستأمن، أو الذي أخذ عهد الأمان منا كمسلمين. لا يجوز. ده إحنا كمسلمين الإسلام علمنا حتى لو قتلنا الكفار المحاربين هناك آداب في القتال، لا نقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا نقطع. إسلام دين الرقي حتى في قتاله، دين سامي عظيم. فيبقى لو فهمنا الحديث نقول أمرت أن أقاتل الكفار المحاربين. يمشي المعنى؟ يمشي المعنى كده، يستقيم، لأن احنا منهي أن نقاتل المسلمين أو المنافقين، أو نقاتل الكفار المعاهدين، أو الذين يدفعون الجزية، أو بيننا وبينهم معاهدة. كفار. الإسلام والإيمان والقرآن أمرنا بذلك، أن نفي بعهودنا مع الناس. فما يجيش واحد يقول لك لا، مدام هو كافر يقتل. ومن هذا الباب يفتح بابا أن يكفر مسلما ليقتله، بمعنى أنه هو عارف أنه قتل المسلم حرام، فيعمل هو عايز يقتل فلان من الناس، يروح يكفر، يقول لك ده فعل أفعال شركية وكفر فيقتل. يعني كفر الأول، وبعد كده عشان يقتل يبقى قتل كافر. فهذا لا يستقيم مع هذا الحديث أبدا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني حينما ينطق بالشهادتين حتى ولو منافق وتعلم أنه منافق، يعني هو سيد النبي قتل المنافقين، ما قتلش المنافقين مع أنه يعلم أنهم منافقين، ونطقوا بالشهادتين نفاقا ورياء، ولم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي علم سيدنا حذيفة ابن اليمان، عرفوا أسماء المنافقين كلهم، ده منافق وده منافق بالاسم. طيب قتلهم سيدنا النبي؟ أبدا، لم يقتلهم. حتى لما سيدنا أسامة في الغزوة لما قتل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله، سيدنا النبي غضبا شديدا، يقول يا أسامة أقتلته بعدما قالها وفي القتال ولسه السيف على رقبته، فخافوا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسيدنا أسامة كمل عليه وضربه بالسيف. فسيدنا النبي قال له يا أسامة أقتلته بعدما قالها، أقتلته بعدما قالها، هلا شققت عن قلبه حتى تعرف أنه قالها صدقا أو خوفا من السيف؟ أشققت عن قلبه؟ سيدنا أسامة بيقول والله من شدة كلام سيدنا النبي معي وتوبيخه لي في هذا الموقف كنت أتمنى أني لم أسلم إلا في هذا اليوم. يا ريتني ما كنت أسلمت قبل كده، قبل اليوم ده، عشان كثرة توبيخ
سيدنا النبي وزجره أنه قتله بعدما قالها. فنحن لسنا مطالبين أن نفتش عن قلوب الناس، إنما نحكم بظاهرهم، والإسلام أمرنا بذلك، مع أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتالهم أبدا. مدام أظهر الإسلام خلاص. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني هذا الحديث يتحدث عن حرمة دم المسلم، عن حرمة دم المسلم. فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد عصموا دماءهم وأموالهم، أي أصبحت دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يصح ولا يجوز أن نعتدي على دم مسلم ولا عرضه ولا ماله. فإن فعلوا أي ذلك عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله. ما دام فعلوا ذلك يبقى عصموا هذه الدماء. وسيد النبي قالوا ليه خص الصلاة والزكاة فقط دون الحج والصيام؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ودولة من فرائض الإسلام، ولسه في فرضين تاني الصيام والحج. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصيام والحج؟ في بداية الحديث ذكرنا أن هذا الحديث كان بعد هجرة النبي إلى المدينة المنورة، عشان نعرف المناسبة. والصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة، والزكاة فرضت في السنة الأولى أو بداية السنة الثانية من الهجرة، ولم يفرض الصيام إلا في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. فلم يكن الصيام ولا الحج مفروضان على المسلمين، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصيام والحج أيضا، فقال إن فعلوا أي أقاموا الصلاة. وذكرنا في بداية حديث إنما الأعمال بالنيات، تمام، وأركان الإسلام وإقام الصلاة. قلنا هناك فرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة، فرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. نقيم الصلاة أي نقيم كل أفعال الصلاة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في أفعالنا وفي معاملاتنا خارج المسجد. أما في المسجد فإننا نؤدي الصلاة، الذي نفعله في المسجد أننا نؤدي الصلاة. أما إقامتها أن نقيم كل جوارحنا وأعضائنا بالصلاة، أي نلتزم بهذه الصلاة، أي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهه صلاته فلا صلاة له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك في هذا الحديث معنى فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وفي خلاف سيدنا أبو بكر الصديق ظهرت المرتدين، ارتد كثيرا أو الكثير من قبائل العرب ارتدوا عن الإسلام، فحدثت حروب تسمى حروب الردة. فناس من القبائل كفرت بالله وعبدت الأوثان، والبعض منهم منع الزكاة، لم يؤدي الزكاة لسيدنا أبو بكر خليفة المسلمين. فسيدنا أبو بكر جهز جيشا ليقاتل مانع الزكاة، عشان ايه؟ دول منعوا الزكاة
كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والنبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم قالوها فعلا. أنت إزاي هتقاتل ناس مسلمين وموحدين بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال سيدنا أبو بكر فهما لهذا الحديث: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا يعني ايه اللي هو الصخرة الصغيرة دي يعني، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، العقال اللي هو ايه اللي يربط به الحبل يضرب به الإبل، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ده لو منعوني صخرة صغيرة كانوا يديها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حبل كان يجر به الناقة والجمل، ومنعوني لأقاتلهم عليه. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام؟ أوليست الزكاة حق من حقوق الإسلام؟ فقاتلهم سيدنا أبو بكر على إيه؟ منع الزكاة. معنى ذلك أن هذا الحديث لا بد أن تفهم الفترة التي قيل فيها والمناسبة والأحوال التي كان فيها المسلمون، ونفهم معنى أمرت، أي لا يضع الإنسان نفسه موضع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمرت أن أقاتل. ده الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المشرع صلى الله عليه وسلم. والناس قلنا الناس مش كل الناس، قلنا فيهم المسلم وفيهم المنافق وفيهم الكافر، وأمرنا أن نقاتل الكفار وليس كل كافر، إنما الكافر المحارب، وهذا من الدين. كذلك قالوا أن قتال الكفار في الأصل، لماذا أمرنا بقتال الكفار المحاربين؟ لإظهار كلمة الدين، لإرادة الخير بالإنسانية. الإسلام لم يفرض الجهاد عبثا أو سفكا للدماء، إنما لاستقامة الخلق واستقامة البشر على هذه الشريعة الحنيفية السمحة. ديننا ليس دين قتل، فلا يفهم أحد من هذا الحديث أن يقول كده إيه من نفسي أنا أقتل دول، أنا أقتل ذا، لا. الدين أتى بحرمة الدماء لعظم حرمة وعصمة دماء الناس جميعا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بأمور ديننا، وأن نحسن الفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.